قاتل محترف بيخرج من السجن علشان ينتقم لموت أمه فتاة الليل اللي اتقتلت قدام عينه وهو صغير، لكن العصابة بتكرر نفس غلطتها وتقتل حبيبته قدام عينيه. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. سنة 1989 في اليابان بيكون جاك طفل مراهق أجنبي عايش مع أمه في ملجأ تابع للمافيا، واللي فتيات الليل فيه شغالين معاهم تحت تحديد السلاح. والغريب ان جاك متعود على المكان جدا وبيفضل قاعد قدام غرفة امه لغاية ما الزباين تخلص من عندها. لكن في مرة بيكون في راجل بيعتدي على امه بالضرب، وبيسمع صراخ امه وبيقرر وقتها جاك انه يدخل علشان ينقذ امه من ايده. وفعلا بيطلع هو توشيو ابن زعيم العصابة، وبيكون عمال بيضرب في امه بشكل وحشي علشان ما سمعتش كلامه. ولما جاك بيضربه بعصاية على ظهره مش بتأثر فيه خالص، وبيقرر انه يخلص على الولد بسكينة صغيرة زيه. لكن امه بتاخد مكانه الطعنة دي في بطنها وبتضرب توشيو وبتهرب بسرعة من المكان مع جاك. لكن رجالته بياخدوا بالهم من اللي حصل وبيجروا وراهم، واول ما بيوصلوا لجاك ومامته بياخدوا الزعيم بتاع المافيا الكبير قصاد عين جاك، وبيمسكوا امه وبيخلصوا عليها بدم بارد قدامه. وبعد 27 سنة بيكون جاك اترحل على امريكا بس مسجون وخرج من السجن اخيرا، وبيقابله الضابط اللافيك واللي بيطلب منه مساعدته ضد العصابة، خصوصا ان هو السبب اللي خلاه يخرج من السجن قبل ميعاده بسنين. لكن جاك بيرفض مساعدته، وانه بيعرفه انه خرج بسبب حسن سير وسلوكه. فبيحاول يستعطفه وبيعرفه ان بنت لافيك مخطوفة من زعيم المافيا اليابانية وهي ملهاش اي ذنب. ولما بيوصل جاك عند بيته بيشوف اتنين بيبيعوا مخدرات، فبيضربهم جاك وبكل سهولة وبياخد منهم المخدرات دي علشان يرميها. وبنشوفه اول ما بيرجع شقته لكن بيسمع صوت دوشة عالي جاية من ورا الباب، ولما بيفتح بيلاقي فيه بنت جميلة وبتطلع جارته، فبيساعدها علشان تلم حاجتها اللي وقعت منها ويوديها على شقتها. ولما بيخرج علشان يدخل شقته بيلاقوا فيه ظرف فيه صور وفيديو لبنت لافيك وهي عمالة بتتوسل لأبوها ان هو يساعدها ويهربها من العصابة دي. وبعدها بتخبط ايفي جارته وبتشكره على اللي عمله معاها وبتديله مشروب مكافأة ليه. لكن بنشوف جاك بيعملها ببرود شديد جدا وبيحاول يبعدها عنه. ولما بينزل تاني مرة عشان يقابل لافيك بيحاول يستعطفه اكتر علشان يساعده في انقاذ بنته الوحيده من ايد المافيا. وكمان بيعرف جاك انه كان شغال ضد المافيا دي لغايه ما خطفوا بنته وبقوا يساوموه عليها بعدها علشان يشتغل معاهم، وانه بيعمل كده غصب عنه بس علشان بنته تفضل عايشه وتتقي شرهم. وبيعرفوا كمان انه ممكن ينتقم من زعيم العصابه اللي قتل امه، خصوصا ان عنده معلومات اكيده انه موجود اليومين دول في نفس المدينه بتاعتهم. وساعتها بس بيقرر جاك انه يساعد لافيك في انقاذ بنته الوحيدة. وبيفتكر جاك لما كان صغير وهو تايه من غير أمه بعد موتها في اليابان، ومن كتر جوعه بيسرق من المطعم أكل. وبعدها بيدخل لأول مرة الإصلاحية ويبتدي تاريخه الإجرامي من اللحظة دي. وتاني يوم ما بيقابل جاك لافيك وبيعرفه إن شيرو ابن زعيم العصابة توشيو اللي قتل أمه وهو صغير في عملية مكلفه بيها أبوه قبل ما يجي لمدينتهم. فبيقرر جاك بعدها إنه يساعده لما بتهجم عليه العصابة التانية، وده طبعا علشان يكسب ثقة شيجرو ويتقرب من العصابة اكتر ويكسب ثقته. وفعلا بيتدخل وقتها وبينقذ شيجرو قبل ما يخلصوا عليه العصابة التانية. وبعدها بيقرر شيجرو انه يخلي جاك معاه ويعينه المساعد بتاعه ويكون واحد من رجالته لما شاف قوته الخارقة واخلاصه الشديد ليه وللعصابة. وبيوافق جاك على عرض شيجرو، وتاني يوم بيخبط على جاك جارته ايفي وبتعزمه على العشاء وبيقعدوا يدردشوا مع بعض. وبتكون ايفي عارفة انه لسه خارج من السجن وبتحاول تعرف منه هو هيعمل ايه بعدها، لكن بيقطع كلامهم تليفون من شيجرو علشان يعرف جاك ان هو محتاجه في مهمة دلوقتي، وده علشان يخلصوا على زعيم العصابة المنافسة ليهم اللي كان عايز يقتله. وفعلا جاك لوحده بيقدر انه يخلص على العصابة كلها، وبيتأهل بعدها جاك انه يروح لمبنى المافيا نفسه، وده طبعا تحت جناح شيجرو، وده علشان انه يقابله ابوه توشيو زعيم العصابة. ولكن لما بيوصلوا لغرفة الاجتماعات بيكون ابوه غضبان منه جدا، ده لانه جايب له واحد اجنبي يدخله في وسط عيلته، وعرفه كمان على طبيعة شغلهم. بس جيجرو بيدافع عن جاك جدا، ده لانه الراجل بتاعه انقذ حياته في اول مرة يشوفه فيها. وبعدها بيقرر توشيو ان هو يديله فرصة تانية لما شاف تمسك ابنه بيه. ولما بيطلعوا بعدها للنايت كلاب علشان يحتفلوا بيلاقي جاك المافيا بتهجم عليه من كل ناحية، لكنه بيقدر يتغلب عليهم كلهم برغم ان عددهم اكبر منه، وكمان هم خدوه على اخوانا. وبعدها بنعرف ان ده كان اختبار من توشيو نفسه، وعرف ان جاك كفاءة للانضمام معاهم، بس بيحس انه مخبي سر دفين. فبيأمر المساعد بعدها انه يتتبعه ويجيب له الملف بتاعه. وفي بيت جاك بيبعت توشيو بنت الجاك
على بيته، ودي كهدية ليه علشان انضم جديد للعصابة بتاعتهم. وبيعرف بعدها جاك ان اسم البنت ليزا، وبيعرفها انه عارف طبيعة شغلهم كويس، ده لان امه كانت شغالة زيها بالظبط، بس ده من سنين طويلة. فبترتاح له بعدها ليزا وبتعرفه ان هي مضطرة على الشغل ده لان اسرتها تجار وخدوا قرض كبير جدا من المافيا علشان تجارتهم تمشي، لكنهم اتعثروا في السداد وخدوها علشان تشتغل معاهم وتسد مكانهم بشغلها، وهددوها باهلها ده لو ما اشتغلتش كويس او هربت منهم هيخلصوا عليهم. فبيعرض عليها جاك انه يساعدها تهرب من توشيو وتوصل لاهلها، بس ان هي تديله معلومات عن بنت لايفي ويهربوا باقي البنات من هناك، لكنها بتخاف وبتمشي. وبتشوفها ايفي على السلم، وبيعرف لافيك بان توشيو بيدور ورا جاك علشان يعرف قصته الحقيقية، وبيروح بعدها علشان يبلغ جاك باللي عرفه وياخد باله كويس. لكن جاك بيأكد عليه انه ما يعرفهمش ان هو كان عايش في اليابان خالص علشان ما يعرفوش حقيقته. وبالليل بيقرر جاك انه يقتحم مبنى المافيا علشان يهجم على كل الرجالة ويخلص عليهم فعلا. وبيوصل لتوشيو نفسه، لكن وقتها بيشوف ليزا في الحمام وبيأمرها تفضل جوه وما تطلعش. ولما بيوصل لتوشيو بيضربوا بالنار في رجلين الاتنين، وبيفكروا ساعتها جاك بنفسه وان هو الطفل اللي امه اتقتلت بسببه قدام عينه، وده بس عشان هو دافع عنها من باتشو ليها. وبيعرفوا ان ممكن بسببه يسيبه يعيش دلوقتي، بس ده لو قال على مكان بنت لايفي، لكنه بيكون عنيد جدا وبيرفض انه يعرفوا مكانها، وبيأمره ان هو يقتله زي ما قتل امه قدام عينه قبل كده. فبينهال جاك عليه بالضرب لغايه ما بيموت في ايده توشيو. وطبعا علشان ما حدش يشك في ليزا بيضربها علشان تقول لهم ان هي كمان كانت ضحيه واتضربت من القاتل وما شافتهوش. وفعلا بعدها مساعد توشيو بيروح لجاك لغايه عنده لما بيشك فيه ان هو اللي قتل الزعيم بتاعه، وبيضربه، لكن بيتفاجئ بان ايفي بتطلع من شقتها ببندقيه وبتأمرهم ان هم يمشوا ويسيبوا جاك في حاله بدل ما تخلص عليهم. لكن جاك بيقرر يروح معاهم عشان يثبت براءته، وبيحاولوا بعدها يعرفوا منه اي حاجه لكنهم بيفشلوا. وبيوصل بعدها شيجرو وبيشوف جاك وهو متعذب وبيتضرب، وبيعرفهم ان جاك مش هو القاتل وبيأمرهم ان هم يسيبوه. ولما بيرجع جاك على بيته بتشوفه ايفي وبتاخده على شقتها علشان تداوي جروحه. وبنروح بعدها للمافيا وبيوصل الجد وعلشان يعرف مين اللي قتل ابنه، وفعلا بيوصل لهم لايفيك ان المنافس بتاعهم هو اللي قتله. وبيوصل جاك ليه فعلا وبيأمره جيجرو ان هو يخلص عليه، وبيبرأ نفسه قدام الجد لكنه بيكون لسه شاكك فيه وحاسس ان وراه سر كبير تمام زي ما ابنه توشيو كان حاسس. ولما بيفتح الملف بتاعه فعلا بيشوف صورته وبيفتكره فعلا انه هو طفل صغير وان هو اللي خلص على امه قصاد عينه وده من سنين، وانه رجع علشان ينتقم منه ومن عيلته كلها. ولما بيضغطوا على ليزا بتعرفهم ان هو كان جاي بس علشان ينقذ بنت الضابط لايفيك وما كانش جاي علشان يقتل ولا حاجه. وبيتصل بعدها لايفيك بجاك وبيعرفوا انه خلاص هيستلم بنته من المينا، لكنه بيأمره انه اكيد ان ده كمين وما يروحش لوحده ويستناه. لكنه بيوصل هناك قبله وبيعرفوا العصابة انه خاين وجزات الخاين ان هم يخلصوا عليه، وده طبعا قصاد بنته الملثمة المتعلقة قدامه على المشنقة. لكن جاك بيوصل بعدها بس بيكون لايفيك مات، والبنت بيفكها من على الحبل وبتطلع ليزا وبيهربها بعدها. وبيعرف جيجرو باللي عمله جاك فبيقرر يروح ينتقم منه، ولما يروح لشقته وما بيلاقيهوش بيدخل على ايفي وبيخلص عليها قصاد عين جاك اول ما بيوصل. ونفس المشهد بيتكرر بعد موت امه بنفس الطريقه قدام عينه من نفس العيله. وبعدها بيأمر الجد ان هم يخلصوا على جاك، بس في وقتها وهم في الطريق ليه بيهرب منهم جاك في العربيه وبيخلص على جيجرو علشان ينتقم لايفي. وبيوصل للجد فعلا علشان يخلص على كل رجالته. ولما بيوصل له جاك بيهدده بحياه بنت لايفيك، والمره دي بيخلص على جاك على نفسه وده بالسيف قدامه علشان ينقذ البنت. ولما بيقرب منه الجد علشان يتأكد من موته بيطلع جاك السكينة من بطنه وبيقتل بيها الجد وبيخلص عليه. ومن حسن حظه بتقدر البنت ان هي تسد الجراح وبيقدر تاني يعيش بعدها جاك. ولحد هناك ونخلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان اوصلكم بكل جديد.